السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة رياضية جديدة. برحب طبعا بكل اخواتي وحبايبي في كل مكان وكل متابعيني في كل مكان. طبعا لا صوت يعلو والدربكة وحديث الصباح والمساء، قول زي ما انت عايز تقول بعد اصدار بيان اللجنة الأولمبية المصرية. لكن قبل ما نخش في تفاصيل اللقاء وتفاصيل حلقتنا النهاردة، ما تنساش طبعا اللايك والفولو دعما لاخوك وحبيبك يوسف. وهسيب لك لينك قناتي على اليوتيوب، اللي ما عملش فولو يعمل فولو عشان انت خسران كتير لو انت مش متابعني. نخش بقى في لقائنا النهارده. اللقاء بص يعني حلقة نارية. حلقة النهارده يعني حلقة كده مشعللة نار، كده نار نار يا حبيبي نار. قول زي ما انت عايز تقول. اللجنة الأولمبية طبعا زي ما شفنا البيان وزي ما حضراتكم شفتوا البيان، اللجنة الأولمبية أصدرت بيان بترفض فيه شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكورة ورابطة الأندية بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وطبعا شفنا طبعا الأحداث اللي حصلت وشفنا. لكن اللجنة الأولمبية وكما زي ما أنا توقعت وزي ما كلنا توقعنا اللي هي هتؤكد صحة العقوبات. وكذلك يا جماعه عشان نكون برضو نوضح مع بعض، النادي الاهلي لما خد القرار انا حسيت انه خد القرار انفعالي. مجلس الاداره خده في قرار يعني وقف وقت من الاوقات. خلاص انت منفعل. فلا بد من ان ياخدوا القرار ده في وقت ما يكونش فيه انفعالات وفيه ده. لكن المفروض لازم تعيد حساباتك من جديد، تشوف ايه اللي هيحصل، ايه يترتب عليه بعد كده. هل انت دلوقتي لو مشيت في سكه الفيفا وفي سكه الاتحاد الدولي، لو مشيت في السكه دي هتخش في سكه غويطه خلاص. يعني هتضيع وقت بصراحه، زي ما هتضيع وقت والله بصراحه وجهه نظر هنضيع وقت. لكن شركه الكوره بالنادي الاهلي وصت مجلس الاداره باستكمال الدوري بسبب الخسائر الماديه الكبيره التي سوف تطول النادي لو النادي الاهلي خد قرار بالانسحاب من الدوري وعدم استكمال الدوري. هتبقى في بقى رعاه بقى هتخسر مبالغ ماليه كبيره لو النادي الاهلي صمم على قراره بعدم استكمال الدوري والانسحاب من الدوري. ده شركه الكوره، مش انا، مش كلام انا، مش كلام يوسف. ده شركه الكوره بالنادي الاهلي هي اللي بتقول الكلام دوت. بتوصي مجلس الاداره باستكمال الدوري عشان هتبقى في خسائر ماليه كبيره. خلاص يبقى انا بصراحه زي ما سمعنا كابتن احمد شوبير امبارح، مش انا كمان اللي بقول. كابتن احمد شوبير طبعا على قناه النادي الاهلي في برنامج حارس الاهلي، وقال لازم النادي الاهلي عندك 7 ماتشات العبهم، كسبت فعليا انت بطل الدوري. ده كلام الكابتن احمد شوبير. وقال لك في كلام اللي الاهلي لعب ب 2005 وشفنا الخساره المريره امام طلائع الجيش المباراه الاخيره في كاس الرابطه. لا، لابد من النادي الاهلي ان هو يلعب بالسكواد بتاعه الطبيعي. العب بفريقك الطبيعي. العب انت 7 ماتشات ممكن تاخد الدوري. الكوره مفيش حاجه بعيد عن الكوره يعني. فانا بشوف وجهه نظري لابد من النادي الاهلي ان هو يستكمل الدوري بدءا من لقاء بيراميدز القادم. ده بالنسبه للموضوع عشان نقفله مع بعضنا يا جماعه. الموضوع الشائك وازاي الاهلي والستة ابو خلاص في عقوبات. هيتخصم منك 6 نقط خلاص، الموضوع ما فيهوش كلام. 3 نقط مباراة الزمالك و3 نقط في نهاية الدوري. ادي ال6 نقط اللي هتخصموا من النادي الاهلي هذا الموسم بسبب عدم خوضه للقاء القمة امام الزمالك. وكمان في مشكلة جاية لك هنا هتقابلنا، في أزمة جديدة. هتقول لي إيه هي؟ هقول لك بلع بس كده بالشاي. وحبيب أخوك بلع كده بتتفرج. هقول لك أنا دلوقتي إيه الأزمة بقى اللي جاية في الطريق. أزمة جديدة ستنتظر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بسبب الحكام. حتى الآن لم تحدث أي مخاطبات رسمية من أطراف المباراة أو أطراف اللقاء اللي هو الأهلي وبيراميدز. وكمان رابطة الأندية اللي هي المسؤولة أو اللي هي بتدير المسابقة. مفيش أي كلام طلع من الأطراف خالص، ولا أي حد قال خطاب ولا حد طلع بيان أو باستخدام حكام أجانب لهذا اللقاء. مفيش أي كلام لحد دلوقتي بسبب ان النادي الاهلي دلوقتي مش عارفين موقفه من استكماله للدوري ولا لا. ما هو الاهلي دلوقتي مش عارفين هيكمل ولا مش هيكمل. عشان كده النادي الاهلي لذلك لم يتم تحديد موقف النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم.
ولم يخاطب اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب للمباراة حتى الآن. لحد ما أنا بكلمك لحد دلوقتي مفيش أي حد اتكلم عن مباراة النادي الأهلي وبيراميدز اللي جاية في الدوري عن حكام أجانب خالص، قولا واحدا، عشان نبقى واضحين مع بعضينا. قولا واحدا مفيش حد اتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز اللي جاية دي بالحكام. أقول تاني، ده لحد دلوقتي بصراحة. لذلك نحن على موعد مع أزمة جديدة بسبب التحكيم، بسبب عدم وجود أي مخاطبات رسمية حتى الآن، ولعدم دفع القيمة المالية الخاصة باستخدام حكام أجانب للقاء المنتظر بين الأهلي وبيراميدز. حتى بيراميدز ما كلمش، يعني حتى بيراميدز اللي هو الطرف الثاني ما كلمش، ما طلبش حكام أجانب للمباراة. ولا رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكورة. المفروض رابطة الأندية هي المسؤولة عن تنظيم المسابقة، هي بتقول لاتحاد الكورة يا اتحاد كورة احنا عايزين حكام أجانب للمباراة دي. ما قالوش، حتى ما قالوش. فزي ما بكلمكم لحد دلوقتي مفيش أي طرف من الأطراف الثلاثة، الأهلي وبيراميدز ورابطة الأندية، مفيش حد طلب حكام لحد هذه اللحظة عن المباراة. ده بالنسبة للأحداث الرياضية الأخيرة. والدنيا ولعة بصراحة يا جماعة. الكرة المصرية دلوقتي مش أحسن حاجة، والمنتخب بيكسب العافية قدام سيراليون بأداء باهت وحواديت ومشاكل وحكايات وروايات وصداع. دلوقتي كان هاني أبو ريدة كان بيقول لك أنا هنزل وأقعد الحيطة المايلة والحكاية والرواية. طب فين يا جماعة؟ فين انت عدلت ايه؟ ما جبتش حكام اجانب للقاء القمه، في مشاكل في الرابطه، في. انا هسيبكم دلوقتي بقى، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كاس مصر. سلام عليكم.